أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا المقطع القصير نريد أن نبين رواية الاحتكام إلى الحجر الأسود التي صدرت من محمد ابن الحنفية عليه رضوان الله والإمام السجاد عليه السلام، بمضمونها إن الإمامة غير واضحة عند محمد ابن الحنفية. ما مدى صحة هذه الرواية؟ في مقام الجواب قال المحققون اسمع. قال المحققون: نعم، وردت رواية بإسناد صحيح. أكو رواية هكذا، والرواية في الكافي الجزء الأول الصفحة 348. شنو دلالة هذه الرواية؟ دلالتها واضحة، فإنها تشير إلى عدم وضوح أمر الإمام عند محمد بن حنفية في بادئ الأمر. لاحظ، في بادئ الأمر، وبما أنه لم يكن معاندا في موقفه أرشده الإمام السجاد عليه السلام إلى الصواب وأظهر له الحجة القطعية، فتنبه ولزم طريق الحق والهداية بموالاة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام والاعتقاد بإمامتهم. بينما أكو رواية أكو رواية عندنا أخرى تذكر أسماءهم. لاحظ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في رواية يقول: الأئمة من بعدي 12 إمام كلهم من قريش، وعلى رواية من بني هاشم، يعني بعد خصص وضيق الدائرة. وأما بالنسبة للرواية التي تذكر أسماء الأئمة عليهم السلام فلعلها لم تصل إليه، وإلا لما كان الترديد في الموضوع وجه معقول. لاحظ، فلا ملازمة بين الانتساب إلى أهل البيت عليهم السلام وبين الوقوف على أحاديثهم عليهم السلام. وفي الختام نشير، يقول المحقق: وفي الختام نشير إلى أن بعض ذكر هذه الواقعة تحليلا ظريفا. يقول هم أكو توجيه آخر، إنه الرواية هاي ما مر عليه. اسمع، ذكر لهذه الواقعة تحليلا ظريفا، وهو إن هذه الواقعة من الأساس لم تكن حقيقة، وإنما كانت، يعني هذا اعتراض محمد بن الحنفية على الإمام زين العابدين، وزين العابدين أظهر له الحجة. يقول هذه مو بالأصل مو حقيقة إنهم يعلموا، ولكن لبيان شيء، وإنما كانت لبيان فضل الإمام السجاد عليه السلام لعامة المسلمين، وإنه الأحق بالخلافة، وإن محمد بن الحنفية كان على علم كامل بأن الإمام السجاد عليه السلام هو خليفة عصره والحجة عليه، ولكن يبينون للناس إنه الإمام أولى من غيره. واضح لولا؟ جزاكم الله خير الجزاء. شاركونا المنشور، الله يحفظكم. جزاكم الله خير الجزاء المحسنين.